هو على فكرة حتى القمص الزوجي، القمص بين الأزواج والزوجات له فترات اكسبشنز. يعني ما ينفعش نتقمص في أوقات، حتى لو احنا مقموصين من بعض لازم نحطها على جنب. يعني مثلا ايه؟ مثلا حصل أزمة للزوج وجه مهموم قوي وعايز يشتكي لمراته وعايز يفتح لها قلبه وكده. ما ينفعش تقول له لا ده نسيت اللي عملته امبارح، مش وقته، هنتكلم بعدين، هنتكلم. بصي طلعي مع عميعه بس مش مش دلوقتي يعني. شويه بس فن في اختيار التوقيتات. اوكي. او مثلا ست متضايقه جدا، ولا اتخانقت في الشارع، ولا حد غلس عليها، ولا عربيتها اتخبطت، ولا اي حاجه حصلت لها، ولا حتى راجعه من الشغل متضايقه، حد من زمايلها اداها مقلب، غلس عليها، ظلمها في حاجه بتاع. ما ينفعش خالص تيجي تقول لجوزها ده حصل كذا كذا، يقول لها ما هو من عمايلك، شوفي ربنا بيخلص، شفتي انت امبارح زعلتيني فالنهارده حصل ايه. أسوأ انواع العلاقات هي اللي فيها عدم تقدير الانفعالات. والله يا جماعه ده شيء مهم جدا، يمكن نبص له مأخذ اللي هو مش جد قوي، بس يعني نختار الكلام المناسب في التوقيت المناسب في الظروف المناسبه.